شيخ الوفاء والمريلة والهيبة، شيخ الوفاء والمريلة والهيبة، ابو راشد اللي دارنا تزهيبة. بالعزة والوفاء فتحت أبواب دارنا من جديد، وفاء للشعر، للإبداع ولآلاف المتابعين. الحلقة الأولى ولله الحمد كانت جيدة، الأجواء كلها مريحة، كل أشطر جات في الشاشة الذهبية جميلة. عدنا وأنار أجمل الكلام ساحة البيت. طبعا الحلقة الأولى صار فيها شد وجذب. عندما اخترت البيت رقم 7 توقعت أن الشباب يروحون معي أو بيروح معي 2 3. مشاعر الناس تعكس قيمة الراحلين. الله ألف مبروك لي رقم 1. الأخير لقيت نفسي وحيد، فحزنت كثير على حالي وأنا جالس على الكرسي. أتوقع أن الاختيار كان الأمثل، الهدف النهائي هو الاختيار النهائي. والكرم زايد في مركز حمدان بن محمد، الباقين كلهم على 10,000 درهم. رضا الشيخ بحد ذاته على البرنامج دعم المبدعين، وانهم قريبين من قلبه، وانها يحفزهم على الاستمرار. برنامج البيت في هذا الموسم ما اكتفى بانصافه للشعراء المبدعين، وانما ايضا تعدى هذا الحاجز لينصف المصورين المبدعين. تم اختيار مجموعه من الصور التي لاقت استحسان الجماهير من 127 دوله تقريبا، من خلال جائزه سمو الشيخ حمدان للتصوير الفوتوغرافي. والله الصوره يعني الشاعر اللي ما يكتب عليها خسران، الصوره نيشان واحنا نبحث عن القناص. الليلة تحتضن المنافسة الإبداع. تحدي في الموسم الثالث إن يجيني شطر ينسيني آلاف الأشطر في الموسمين الأولين. من سيلمس وجدان الحكام؟ اللي يشوف في نفسه الموهبة ينافس، وإذا كانت عنده هذه الجذوة الجميلة من الإبداع أكيد أن نحن بننظر لها بعين التقدير والإنصاف. دائما اختار الأفضل، اختار الأرقى، اختار الأجمل. من سيتفوق على آلاف المتنافسين؟ الشاعر اللي يشارك لازم يتجاوز نفسه ويقدم أفضل ما عنده ليثبت لنا أنه هو الأجدر بالفوز. أنا أطلب من الشعراء أنكم جربوا لغة المنافسة، جربوا الركض في فضاءات تويتر، استمتع يا أخي، يمكن تطلع أنت الأول. من سيتألق بشعره في ساحة البيت؟ طفيت حريق. هلا أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا وكل من يتابعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، كل من يتابعنا في هذا البرنامج، هذه اللحظات كما ذكرنا في الساعة 5 اليوم أنها تجتمع فيها وتحبس الأنفاس، لأنه سيكون انطلاقة منافسة رائعة وجميلة لحروف تتلألأ في سماء برنامج البيت، تنطلق عبر فضاء دبي الأولى، وهي الشاشة الجميلة التي يتابعها كل العرب، وأيضاً تكون برعاية جميلة وبإنتاج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وعبر أثير الإذاعة الأولى، وهي الإذاعة الشعبية الأولى في دولة الإمارات بل والخليج العربي. إذن في هذه اللحظات كل من يتابع وكل من يرى سيتشوق لمعرفة مجريات هذه الحلقة، فأقول أهلاً وسهلاً بكل من يتابعنا، وأهلاً وسهلاً بفرسان البيت المتواجدين الآن، لجنة الفرز والجودة، وأيضاً مع أخي وصديقي وزميلي الشاعر والإعلامي أحمد البدواوي ولجنة الفرز والجودة. كلكم مساكم الله بالخير. من قربي لكم جيتكم أول شيء، نسيت المكان. حياكم الله. الله يحييك.
مسي عليك بالخير يا ابو قيان، مسي بالخير على اعضاء لجنه الفرز والجوده اللي اليوم بذلت مجهود كبير في فرز آلاف الأشطر اللي وصلتنا مشاركات كبيرة وصلتنا، ونحييهم جميعا أعضاء هذه اللجنة الكريمة. نبداها مع محمد الخلف، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أحمد، مساء الخير دكتور ومساء الخير لمتابعينا وسعداء جدا. يا حياك يا أبو طلال. مطلق بن شوية، مسي عليك بالخير. يا هلا ومرحبا، يا مرحبا مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا. وشو المشاركات اليوم؟ جميلة جدا. الله يعطيكم العافية. هذه المنصوري، حياك يا ابو سلطان. الله يحييك ومسي عليك بالخير انت والدكتور وجميع المشاهدين. يا مرحبا بك يا مرحبا بك يا هادي. ننتقل الى ناصر الهاجري، حياك الله يا ابو راشد. يا مرحبا، الله يحييك يا احمد. يا مرحبا بك. اليوم اعتقد الكل متحفز يعرف منو اللي بيفوز اليوم عندنا في اكيد في هذا الشطر. اكيد حلقه جميله ومشاركات قويه فعلا. الله يعطيكم العافيه. ابو سلطان، مسي عليك بالخير. معيط العتيبي، حياك الله. الله يسلمك. يا مرحبا بك، بشرنا عنك. الحمد لله، مسي عليك وعلى ابو قيان وعلى المشاهدين الكرام. مرحبا ومسي. شو شفت المشاركات اليوم يا ابو سلطان؟ والله فوق يعني فوق ما تصورنا، المستوى كان رائع جدا. حياك الله. عايض الاحبابي، شو مر عايض وياك؟ ثنائي جميل ان شاء الله. يا حياك الله يا عايض، ورحب بك من جديد في هذا البرنامج. الله يحييك ويبقيك، اتشرف اخوي احمد. يا مرحبا بكم. اذا عندنا تقرير خاص يخص هذه اللجنه، لجنه الفرز والجوده. خلونا وياكم اعزائي المشاهدين نتابع هذا التقرير. إذا كان عندك ساعتين فقط وفرصة واحدة وشطر واحد للبروز في الساحة الشعرية ونيل لقب شاعر البيت، مستحيل أن تتخلى عنها. مستحيل أن تتخلى عنها. مستحيل أن تتخلى عنها. لقب الشاعر تكتسبه يوم يقتنع المتلقي بأفكارك، يفهم عالمك ويتعايش معك في خيالك وإبداعك. كثير هم من يكتبون الشعر، ولكن قليل من يتركون لهم بصمة في الساحة الشعرية. تذكر هذا الكلام جيدا، لأن هذه هي الطريقة التي توصلك إلى لقب شاعر. الفوز بلقب شاعر البيت ليس بالمهمة السهلة. هنا في البيت لجنة الفرز والجودة هي أول من يقرأ مشاركاتكم ويكون جمهوركم الأول ويمنحكم تذكرة الوصول إلى شاشات الحكام. استغل هالفرصة المميزة، لكن تذكر نحن في الموسم الثالث، لا تكرر نفسك وحاول أن تكون مشاركتك بمفردات شعرية مميزة مغلفة بالشعور. لجنة الفرز والجودة ستدقق في التفاصيل في الأشطر المرسلة، وذلك بسبب الكثير من المشاركات التي نتوقع أن نقع في حيرة بسبب جمالياتها. ما أتمناه منك في هذا الموسم أن تكون أكثر احترافية وإتقان من خلال المشاركات. أتوقع في هذا الموسم أن يكون التحدي والتنافس بين الشعراء على أشد. إذا من عقب هذا التقرير اللي لخص من خلاله أعضاء لجنة الفرز والجودة مجموعة من النصائح اللي وجهوها للشعراء. أبو راشد، يمكن استوقفتني كلمة منك يا أبو راشد، قلت أن الكثير يكتب الشعر لكن القليل اللي يترك بصمة في عالم الشعر. يا ترى هل الأشطر اللي وصلتنا واللي توصلنا عبر هذا بنقول احنا البرنامج تعتقد أنها تركت بصمة في فضاء الشعر؟ أكيد بلا شك. في بعض الأشطر من المواسم اللي فاتت لا زلنا أنا ويا الأخوان تذكرونها لليوم. نعم صحيح. أنا أعتقد أن الشطر اللي يوصلني ويستحق أن استقطع من وقت الفرز نص دقيقة تقريبا، ممكن أن نفرز فيها يعني بدون مبالغة أكثر من 50 شطر. يخليني استرشد برأي محمد الخلف، استشير معيض العتيبي، اشوف كلام مطلق بن شويه، اشوف تعليق عايض، اخذ كلام هادي المنصوري. هذا هو الشطر اللي فعلا احنا نبحث عنه، وهذا الشطر اللي استوقفنا وهو اللي يترك بصمه. وفي اشطر تظل عالقه في الاذهان يا ابو راشد. اكيد في اشطر كثيره والله عالقه في اذهاننا من المواسم اللي فاتت، من يعني ان شاء الله نتمنى الموسم هذا وبدايه مبشره بخير ان شاء الله. بدايه مبشره، لكن بدا في تحدي بينك وبين مطلق. اي مطلق الموسم هذا فعلا اعلن التحدي واعلن بقوه، لكن انا اقول له هي ان كان مطلق على الاشطر تحداني شوي ونشوف يا مطلق بن شوي. الله 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 يا ابو راشد. اذا بهذا التحدي نعود لك يا بركات. والله ما بعد العود على قولتهم مقعود. اذا هني الشعر، اذا الكلام هني صار ما له معنى، لان ما شاء الله البرنامج كله
حروف تتلألأ وتطاير في سماء هذا البيت، لكن عسى الله يوفق الجميع، اللهم آمين. مشكور يا أحمد. إذن مشاهدينا الكرام، ننطلق وإياكم، والانطلاقة دائما تكون في هذا البرنامج تحمل معها المنافسة من خلال صورة سنراها بعد شوي. لكن قبل لا ننتقل للفاصل وقبل لا نروح لمسابقة الصورة التي كتب عليها أبيات كثيرة وبعد شوي بنشوف الميدان وش بيصير فيه، خلينا نروح مع بعض إلى خط سير هذا البرنامج اللي اختلف في الموسم الثالث. كيف راح يكون عندنا نهائيين ونهائي ثالث، وعدد الفائزين شلون راح يصير؟ تابعوا هذا التقرير بالذات، راح تفهمون التغيير اللي حصل في البرنامج. لا تبعدون، راجعين بعد التقرير. في هذا الموسم من برنامج البيت الوصول للنهائيات مختلف عن الموسمين السابقين، تحديان جديدان بانتظار الشعراء، مرحلتان من نصف النهائيات يتنافس خلالها الشعراء مباشرة في الاستديو. المرحلة النصف النهائية الأولى ستشهد تنافس شعراء البيت الستة الذين أثبتوا تميزهم وشعراء الصورة الخمسة الذين فازوا بفقرة شاعر صورة على مدار الحلقات الست الأولى. وفي نهاية الحلقة يتأهل أفضل شاعرين من كل فئة إلى التصفيات النهائية، وبعد مرور الحلقات الست التالية يتجدد التحدي في مرحلة نصف النهائيات الثانية. وفي الحلقة النهائية يتنافس أفضل 4 شعراء في فقرتي الشطر والصورة مباشرة على الهواء لكسب لقب شاعر صورة وشاعر البيت. اللي محبوس أنفاسهم الآن هم المشاركين في الصورة مو بالشطر، لأن بعد إعلاننا للشطر وذهابنا إلى فاصل سنعود مع لجنة تحكيم الصورة وراح نعرف يا ترى منو اليوم راح يكون شاعر الصورة. الحلقة الماضية احنا آتين من حلقة ماضية ومعانا شاعر البيت اللي هو شاعر الشطر، لكن اليوم منتظرين شاعر الصورة من يكون والإعلان عنه راح يكون إن شاء الله. قبل لا أروح لهم، قبل لا أروح الفاصل، خلوني أذكركم في شطرنا لهالليلة. شطر الليلة يقول: لو تشوفون الحياة بعين شايب، وهو صدر. لو تشوفون الحياة بعين شايب. كان هذا الشطر اللي وصل عليه على حسب ما عرفت وعلى حسب ما فهمت واستفسرت أن ضعف المشاركات في الحلقة الماضية، هالحلقة كان أكثر بدبل بضعف لمشاركات الحلقة الماضية. أبي أنوه لنقطة للمشاركين تحديداً، هناك من يشارك أكثر مشاركة في نفس الاسم. انتبه، مشاركتك أكثر من مرة، يعني ممكن تعطيني شطر وشطر ثاني بنفس الاسم، كل المشاركات ستلغى لأن السيستم موضوع إنه ما يستقبل إلا مشاركة واحدة. فلذلك إن شاركت أكثر من مشاركة في نفس الاسم راح تلغى كل المشاركات حتى الأولى والأساسية، لذلك خل مشاركتك واحدة. أبي أقول شيء ثاني أيضاً في هذه الحلقة، من يصل إلى الشاشة الذهبية، كل الواصلين إلى الشاشة الذهبية سيحصلون على 10,000 ما عدا 2 اللي هو شاعر الشطر واللي يختار الضيف، كل من فيهم راح ياخذ 100,000. إذن في كل حلقة راح يكون عندنا رابح، ما في أحد خسران نهائياً من اللي يطلعون سواء بالشطر أو بالصورة. لذلك بعد هذا الفاصل مع المجريات راح نستوعب كل شيء. روح الفاصل ونرجع للصورة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا مرة ثانية، وبهذا الرجوع أكيد فيه انتظار. قلنا لكم قبل الفاصل هناك أنفاس محبوسة، يا ترى أنا ولا مو أنا؟ عجبهم البيت ولا ما عجب؟ طلع من ضمن ال12 ولا لا؟ أبي أنوه لنقطة واحدة، راح يطلع 12 بيت الحين للصورة، ال12 كلهم رابحين،
لكن في تميز في الربح. اللي راح يكون شاعر الصورة راح يحصل على 100,000 يكون هو شاعر الصورة للحلقة، وهناك وصيفين كل واحد على 50,000 50,000. أما الباقي كلهم راح يكون على 10,000 لكل منهم. يعني مع البيت ومع عطايا الشيخ حمدان ما حد خسران. حلوة هذه جت على الوزن بعد. بالظاهر قلنا بالفطرة صرنا. عموما خلوني أرحب بأعضاء لجنة الصورة، حياكم الله. لكن قبل لا أرحب فيهم خلونا نشوف شاعر الصورة والصورة. شاعر الصورة والصورة أيضا تأتي مع محبينها، تأتي مع حكامها. حياكم الله، شرفتوا ونورتوا. الطاقم اليوم كله مشتي. ها؟ أعتقد حكام لازم حكام يسكتون. لا هي اتوقع حداد على انه رونالدو ما اخذ الكرة الذهبية. ها بس هذا تابع حق ابو سعيد، هذا تابع حق عوض. انا مدريدي لكن احب ميسي ونيمار، ما يهمك. والله انا بيتاوي اليوم. خلني في البيت. ارحب فيكم، حيا الله شاعرنا عوض بن حاسوم. اهلا وسهلا فيك. خليك ان شاء الله. سعيد جدا في وجودك معنا. الله يخليك. ايضا حيا الله سعود عايد الطاثوب. يا مرحبا ومسهلا يا سعود، وشرفت ونورت. انت الشرف، الله يسلمك. حمود بن وهقه، يا مرحبا، حياك الله شاعرنا الحبيب. الله يرضى عليك حبيبنا. ان شاء الله كلكم مستعدين. الحقيقه انتم فرزتوا كميه كبيره من الابيات كانت في خلال الاسبوع الماضي، واخترتوا مجموعه، والاختيار راح نشوفه. حدثوني عن المشاركات اللي وصلتوا لها، شلون كان مستواها؟ عوض ليش يطالعون؟ يطلعنا انك اكبرهم، غصب بتصير. يمكن مع الخبره يا معلي سعود صغير، لكن هذا لازم اسوي جواز السفر ماله. واحد مواليد. انا توقعت ان غالبا في البدايات تكون مشاركات بمعدل جيد. حلو. لكن ابدا ما توقعت ان تصل الى اكثر عن 18,000 مشاركه. الله الله الله. يعني عدد كبير جدا. اعتقد الصوره اللي كانت تحمل يعني محفزات كثيره للشعراء انهم يشاركون. حلو جميل. استمتعنا صراحة. صادفكم شيء سعود؟ هل صادفكم شيء غريب من خلال ما شفتوه بالمشاركات؟ والله في كثافه مثل ما قال ابو سعيد بالمشاركات، والشيء هذا يفرحنا. حلو. ولو يتعبنا يفرحنا. جميل. لان بالنهايه احنا قاعدين مؤمنين وقاعدين نتعب، ندور لو نلقى الشيء الممتاز ندور اللي اكثر منه. جميل. وباذن الله ان شاء الله انه وفقنا في فرزنا. يا رب يا رب باذن الله. حمود، قبل لا اسالك هالسؤال اقول لاخواننا في الكنترول اعطونا الصوره نتكلم وهي موجوده اذا تكرمتوا. خلينا نشوف مع بعض الصوره قبل لا اتجه لك بالسؤال. هذه هي الصوره يا حمود. قلب عيونه حمود. ما تبي السؤال، تبي تعلق. ها الصوره مثل ما قلنا الحلقه الماضيه انها تسولف وايد. حلو. وفي شعراء كثير وفقوا جدا في الابتكار. جميل. وبرنامج البيت اوجد للابتكار الشعري. يا سلام. والتحديث في المفردة والتحديث في الافكار والصورة الشعرية. في شعراء كثير وفقوا جدا جدا جدا، واتوقع منهم راح يكونوا في 12، معظمهم ان شاء الله باذن الله. طيب نجمع على ان نذهب على طول ان شاء الله الى 12 بيت. اي نعم. خلينا نقول توكلنا على الله. اذا مشاهدينا الكرام، وصلت مثل ما يقول اخوي عوض، طبعا كونه اكبر واحد في الاخوان اعضاء لجنه التحكيم، هو ما يحب هالطاري، ما يبي تقول لا اموري طيبه. امورك طيبه. زين. طبعا وصلت اكثر من 18,000 مشاركه. شلون تقدر تفرز 12 بيت فقط من اكثر من 18,000 مشاركه؟ راح تحتاج وقت كبير، وهذا اللي حصل مع الاخوان. 12 بيت ستتنافس الان فيما بينها بجمالياتها، وبحكم لجنة التحكيم راح يظهر معانا وصيف أول، وصيف ثاني، وشاعر الصورة. خلونا نشوف مع بعض ال 12 مشاركة اللي تم اختيارها من أكثر من 18,000 مشاركة مع بعض. أعطونا ال 12 بيت. هذه 12 بيت. هذا 12 بيت قدامكم على الشاشة، اسمعوها وعيشوها مع بعض بصوت الشاعر سعود الطاثوب. خلينا نشوف. تدرون ليه الغياب أحيان يترك حضور، حتى تشوفون فاقد شيء واجد عطا. أكبر من الفقر
طفل بلا تردد رسم، وابيض من النور طفلين جلسوا واحتروه. ظلال ايده شعاع النور، لأن أحلامه الغيره رسم حلمه، عزم ربعه عسى الله يكثر أحلامه. فرجار نور وهندسة حلم وبراءة ذكريات، واثنين ثالثهم بوجه الفقر يرسم له أمل. رسمنا قلوبنا البيضة لأن الفقر أسود وجه، عسى الله كل ما نحلم على النيات يرزقنا. بلاش نحلم لو أحلام الفقارة بلاش، لا ترسم الضحك في وجهي وتضحك علي. جدارية على ظهر الحياة تعانق الأحلام، تسولفنا حكاية شح من أفواه طبشورة. قدرت أنا بصبعين أرسم لكم عالم، بالله واحد يموت يحرك الصورة. يرسم من أحلامه اللي ما قدر يشتريه، يا مضيق الفقر لو ما فيه طبشور أمل. الفقير اللي فقد من يرسمون البسمة، لا تلومه لا ضرب بالحلم عرض الحايط. على الأمل سات عشنا دام نملك خيال، الياس ما له تردد يا بساط الفقر. بشاشتنا غنات وحلمنا نحضر فيلم كرتون، جلسنا فوق نصف الحلم والباقي بشاشتنا. الله 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 عليكم، الله عليكم يا مشاركين، الله عليكم وعلى جمال ما أرسلتوا. إن كان هذا المستوى فكيف يا ترى تكون الصورة في المراحل القادمة؟ هذا اللي راح يعلق عليه. أبى أقول بس ال12 كلكم حصلتوا على 10,000، راح يتغير قيمة 3 منكم. منهم وشاعر الصورة سيحصل على 100,000، والوصيف الأول والوصيف الثاني كل من فيهم على 50,000 50,000. إذن راح يكون 9 اللي حصلوا على 10,000. وبس أنوه لهالموضوع لسبب واحد، أبي أوضح إن ما في خسران، خسارة ما في، وتقدر تشارك الحلقة اللي وراها واللي وراها واللي وراها، وممكن في كل حلقة تطلع على الشاشة الذهبية. إذا أنت مبدع، إما تكون شعر الصورة أو الشاشة الذهبية على أقل تقدير، فهو حافز كبير لكل المشاركين والشعراء. ويلا عسى الله يكثر خير راعي البيت سمو الشيخ حمدان بن محمد، اللهم آمين، اللي رفع من مستوى الشعر في مثل هالمسابقة وهالجماليات. إذن نرجع مرة ثانية الآن. جميل اللي شفناه، حلو. هالجمال هذا انقسم إلى قسمين، 6 تأهلوا في نهائي، وال6 الباقين حصلوا على 10,000 وما لهم نصيب في المنافسة على 150,000 اللي هو وصيف أول ووصيف ثاني. خلونا نشوف مع بعض بقرار لجنة الحكم انفصلوا هال12 بيت، كيف فصلتوهم عوض؟ الفصل كان صعب، لأن لو تلاحظ كل بيت قصة قائمة بذاتها، وفيه وجدانيات عالية جدا، خاصة أن الصورة يعني نفسها تشجع وتحفز الشاعر أن يكتب شعر وجداني ذو أثر. اجتمعنا طبعا وأيضا استأنسنا بالشباب الآخرين في البرنامج حتى نتأكد أن المجموعة اللي أخذناها هي أفضل، مثل ما يقولون زبدة الزبدة. جميل. اللي طلعوا ما نقول أنهم شعراء أو أبيات أقل، لكن ممكن ال6 اللي اخترناهم هم اللي حسيناهم أقرب إلى وجدان المتلقي. تناقشتوا فيهم سعود ال6 أن هذا لا أصر، أنا لا هذا أبي هذا؟ والله لابد من المناقشة، يعني في لجنة، ونقاشنا كان الأمانة للشعر،
نقاشنا للجمال. شنو المعيار الأكبر؟ أصعب من الاختيار الأول اختيار الستة. حلو. لأن كل هذا الجمال قاعد يتنافس. اختيار الجمال والأجمل. حلو. هذا الفرق اللي كان بس. ممتاز. صادفك تبي تقول شيء حمود قبل سؤالي؟ ال 12 بيت رايعة كلهن. لكن الستة أبيات هذه اللي تم اختيارها بالإخوان أعضاء لجنة التحكيم والإخوان اللي موجودين في البرنامج هي اللي جمعت الكم الأكبر من الشعر والمحسنات البديعية جمعتها خلال بيت واحد. ممتاز. فأتوقع هي كانت الفارقة عن الأبيات الأخرى. جميل. إذن خلونا نشوف الست أبيات اللي تأهلت إلى النهائي الآن من هال12 اللي على الشاشة. أعطونا الست أبيات. هذه الست أبيات رقم 1 و6 8 و10 و11 و12. من هالست أبيات اللي على الشاشة راح يكون وصيف أول ووصيف ثاني وأيضاً شاعر الصورة. الوصيف الأول عند عوض بن حاسون. ترى سعود طيب لما تقول أنت ما شديت، وسعود طيب. المصيبة في هذا. ليش؟ بن وهقة. وبن وهقة مثل اسمه دائما موهقنا. مبارك الخليفة سماه قال نفس تأبط شرا هذا توهق شرا. توهق شرا. الاختيار طبعا تم بموافقة الشباب، وايضا نشكر الشباب اللي ساعدونا في حتى نتاكد ان ما ظلمنا احد، وان البيت اللي تم اختياره فعلا حصل على اغلبيه، لان الاجماع مستحيل. جميل. نحن ما نتكلم عن رياضيات 1 زائد 4 يساوي 5، نتكلم عن ذائقه شعريه وما قد نراه انه هو الاجمل. جميل. نبي منك الوصيف الثاني. عجبني في البيت هذا شخصيا ان البقيه ربما بعضهم تحدث بلسان حال الطفل، والبعض تكلم بصفه المشاهد اللي يصف يعني منظر. هذا الشاعر أشرك الحضور، أشركني أنا حتى صرت جزء من المشهد الأدبي هذا. جميل. بدأها بسؤال، المحسنات اللي تكلم عنها أخوي حمود أيضا موجودة، استخدم الطباق بشكل جميل، استخدم الفعل في مقام الاسم، والعرب لما تستخدم الفعل يتحدثون عن الحركة والتجديد، ولما يستخدمون الاسم يتكلمون عن الثبات مثل جميل. البيت اللي اخترته هو: تدرون ليه الغياب أحيان يترك حضور، حتى تشوفون فاقد شيء واجد عطى. ألف 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 مبروك لصاحب هذا صالح علي المنيع. مبروك يا صالح، حصولك على 50,000 درهم إماراتي وحصولك على الوصيف الثاني. وصالح ترى تقدر تشارك إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. سعود، نبي منك الوصيف الثاني الأول، أو عفوا الأول، هو عوض اختار الثاني. الوصيف الأول أنا اخترته على عدة أشياء، ولكن في شيء واحد من أول كلمتين في البيت يعني تأكدت من أمور، لكن من أول كلمتين خلتني اختاره. شدك، جذبك. شدني من أول كلمتين. جميل. أو فيه جمال كثير. حلو. البيت فيه شيء جديد ما مر علينا في الشعر. والله أبداً. هذه شهادة. هذا حقيقة. حلو. ما مر علينا. حلو. إجماع، حقيقة مجمعين عليها كلكم. مجمعين علينا. جميل. كلنا مجمعين على هالشيء هذا. برافو. أي البيت أقوله ولا أعبر عنه؟ كيفك. الوقت بس. على الأمل، على الأمل سات عشنا دام نملك خيال، الياس ما له تردد يا بساط الفقر. الله الله، ألف ألف مبروك. رقم 11 سالم جلوي المهنا. سالم جلوي المهنا، ألف 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 مبروك لسالم. مبروك لسالم، حصلت على 50,000 درهم، وأيضا أنت الوصيف الأول لشاعر الصورة اللي راح يعلن عنه حمود بن وهقة من سلطنة عمان. حمود، والله حطيتوني في مأزق. لا ما في مأزق، أنت راح تعلن، الاختيار مجزوم خالص، أنتوا تناقشتوا قعدتوا كل شيء. أنت بالعكس حطيتوني في مأزق، راح تبشر. أنت راح تبشر صاحب يا ترى رقم 12 ولا 10 ولا 9 ولا 6؟ هل هو بلاش نحلم، ولا قدرتنا بصبعين، ولا الفقير اللي فقد، ولا بشاشتنا غنات؟ شوف الاختيار هذا دكتور
في بعض الشعراء يستخدم المحسنات البديعية بعيدة جدا عن الصورة وبعيدة جدا عن البيت. حلو. يستخدمها لفرض العضلات. جميل. استخدام استعراضي يعني. بالضبط. استعراضي أحيانا ما يخدم الصورة وما يخدم البيت نفسه وما يوجهك تجاه الفكرة الموضوعية الكاملة للبيت والصورة اللي تم جميل. هذا في المفردات. في استخدام المفردات اللي هي المحسنات البديعية من الجناسات والطباق والتورية وإلى آخره. حلو. لكن أحيانا تكون مصدر قوة للشاعر نفسه. حلو. لما هذه المفردتين أو هذه استخدامك للجناس نفسه يدخلك في عالم آخر ويختصر لك مسافات كبيرة. جميل. وتوضح الصورة بأجمل وجه. رائع. البيت اللي تم الإجماع عليه على أنه المركز الأول. جميل. شاعر نبض الصورة في أول الموسم الثالث. في أول الموسم. حلو. يقول: بشاشتنا غنات وحلمنا نحضر فيلم كرتون، جلسنا فوق نصف الحلم والباقي بشاشتنا. ألف 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 مبروك. ألف مبروك لشاعر الصورة. بشاشتنا غنات وحلمنا نحضر فيلم كرتون، جلسنا فوق نصف الحلم والباقي بشاشتنا. الله. بيت رائع جدا. الله. أعطونا اسم صاحب هالبيت. ألف مبروك. ألف مبروك سلطان بندر العمر. ألف مبروك لسلطان بندر العمر. راح تكون معانا إن شاء الله في الحلقة القادمة. مبروك لسلطان العمر. ألف مبروك لسلطان العمر، فوزه بشاعر الصورة لأول انطلاقة من خلال نبض الصورة وشاعر الصورة في الحلقة الثانية من الموسم الثالث. ما شاء الله عليكم. سلطان أول حلقة. سلطان أول حلقة. الله ما تنقض يا أبو سعيد. كاتب رائع ومعبر رائع. الله يسلمك. عسى الله يوفق. إذن مبروك لمن ربح معانا. مبروك نقول للوصيف الأول والوصيف الثاني والسلطان العمر اللي هو شاعر نبض الصورة في الموسم الثالث. نقول إن شاء الله نشوفك. يا ترى القادم شو يكون؟ القادم أكثر. القادم راح يكون صورة. عطونا الصورة وخلونا نتحدث. وين هالصورة؟ في الموسم الثالث من برنامج البيت، خصوصا في فقرة الصورة، هناك كل أسبوع تنطلق صورة من أكثر من صورة تلاقي صدى جميل، وهي من ضمن مبادرة حمدان بن محمد للتصوير، والتي شارك فيها مصورين من 127 دولة في إطار مسابقة HIBA حمدان انترناشونال فوتوغرافي أوورد. هي صورة جميلة من ضمن هذه المبادرة أخذت ووظفت لإبداع آخر في برنامج البيت ووصف لإبداع شاعر كتب بنبضه وإحساسه على الصورة. هي هذه الصورة. شو تقول هالصورة؟ شو تحكي هالصورة؟ شو مصورة هالصورة؟ مصورة أطهر بقاع الأرض قاطبة، هي مكة المكرمة. صورة جميلة ومعبرة جدا لأطهر بقعة في الأرض على الدنيا كلها، هي مكة المكرمة. عسى الله يرفع رايتها وراية الإسلام. اللهم آمين. ويعين إخواننا في المملكة العربية السعودية على خدمة البيت وزواره للبيت على عاتقهم مهمة كبيرة. فتحية لملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين. إذن اوصفوا لي الصورة. أنا ترى دشيت جو مع الصورة. قولوا. لا توصفها ويكتبون عليها. سعيد. اي والله، لكن عبروا زين. سبحان الله، يعني بعض الصور يعني تهز القلب ويعجز عنها اللسان. اعتقد مثل ما تفضلت اطهر عن هذا المكان. تتذكر يمكن القصيدة المشهورة قلوبنا إليك ترحل كل يوم، رغم أنها قيلت للقدس، لكن أعتقد بيت الله الحرام هو الأجدر. الله سعود. وأنا الحين عرفت ليش ماجد عبد الرحمن رفض يراويني الصورة قبل الحلقة. ترى هذه الصورة مفاجأة لكم على الهواء. أيوة على فكرة ترى ما يعطونهم الصورة، ما يورونهم الصورة، ما يقولون لهم هذه صورتكم على الهواء عشان التعبير يكون أكبر. حتى أنا والله ما أشوفها إلا وقت الهواء.
سعود. والله يا دكتور مصور الصورة هذه يستاهل حبة خشم وقصيدة. كفو كفو كفو. اختصر يعني سعود. أنا هذا اللي أقدر أقوله. اختصر حمود. أنا اللي أتمناه من الإخوان الشعراء شيء مهم جدا، أنك لا تقرأ الأبيات إلا بعد ما تشارك، لأنك بتدخل نفسك يعني لا إراديا. شلون بعد ما تشارك؟ أي بعد ما تشارك، لا تقرأ أبيات المشاركين. المشاركين. أيوه أي. إلا بعد ما تشارك أنت. شارك وخلص بعدين روح اطلع. أساس أنك ما تدخل في أفكار وتحصر نفسك في مكان ضيق ولا تتكرر. بالضبط، لأنك توجه نفسك توجه الشعراء السابقين. صحيح. فأتمنى من الشعراء أنهم يفكرون خارج الصندوق. جميل جميل. إذن هذه هي المشاركة وهذه هي الصورة، صورة مكة المكرمة. اكتب ومستحيل ما راح يطلع. إذا كان 18,000 أتوقع على الصورة بيوصل رقم 70,000 إن شاء الله. رقم قياسي إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. ارسل مشاركتك على عنوان @البيت في تويتر، لكن تأكد من تسجيل بياناتك في الأول. إذن شكرا لشعراء نبض الصورة وحكامها، شعراءنا الأفاضل. مشكور عوض، الله يسلمك. مشكور يا حمود، مشكور يا سعود. عسى الله يوفقكم للقادم بإذن الله. واختياركم كان جميل وموفق بإذن الله، وألف مبروك لسلطان العمر اللي وصف الصورة الأولى وصار هو شاعر البيت. نشوفك الحلقة القادمة بإذن الله. خل نروح إلى فاصل ونرجع لميدان آخر هو ميدان الشطر، واليوم المشاركات هم كانت ضعف. الله يستر من الجولات الجاية، لكن كلها بمتعة بمساحة كبيرة من الإبداع. لا تروحون بعيد، للحين ما بدينا. إلى الفاصل. بيض الله وياك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. وطبعا عرفنا شاعر الصوره وعرفنا من هو شاعر الصوره واطلقنا صوره، والمنافسات عليه راح تكون منافسات شديده لان الصوره كانت تتكلم. والان احنا داخلين على جوله جديده من الجولات مع لجنه التحكيم في شاعر الشطر، لكن قبلها هناك شاعر فاز وقلنا له مبروك واختارت اللجنه وربح معانا، اللي هو أصبح شاعر البيت. هو من المملكة، مملكة البحرين الجميلة الرائعة الهادية العزيزة الغالية، وتحية لأهل البحرين كلهم. إذن نرحب في شاعرنا والفايز معانا إن شاء الله مع بعض، اللي هو الحارث سعيد وازع. لكن بعد هذا التقرير نسلمه ونقول له ألف مبروك لك وللبحرين. من مات يترك حزن إلا أنت تترك فرح. أول ما طلع الشاطر لفت نظر فيه التناقض المشاعر، هو إن كيف الموت ممكن يصير فرح. طبيعي إن الموت مهما كانت حالته يولد حزن، لكن السؤال متى يولد فرح؟ لما يكون هذا الشخص سوى شيء تفتخر فيه، أو إنه ترك أثر إيجابي كبير في حياتك. الحزن والفرح بالنهاية مشاعر. جلست مع نفسي شوي وتذكرت شخص غالي علي افتقدته من زمان، وطلع معي الشطر اللي يقول مشاعر الناس تعكس قيمة الراحلين. من مات يترك حزن إلا أنت تترك فرح. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. رجعنا واللي باقي نقول اهلا وسهلا بالحارث. حياك الله. يحييك. يا مرحبا ومسهلا، الف مبروك لك. الله يبارك فيك وتستاهل كل خير. يا مرحبا ومسهلا فيك. قبل انا مو اللي راح اسلمك، انا اللي راح يسلمك احد اعضاء لجنه الشطر اللي موجودين معانا، اللي نرحب فيهم ونقول لهم حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم، سعداء جدا بوجودكم معانا. حيا الله مدغم ابو شيبه. مرحبا يا ابو قيان، شلونك؟ عساك طيب؟ طيب ابشرك. يا عساك. حيا الله محمد المر. مرحبتين يا دكتور. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله. مبارك الخليفه، مساك الله بالخير. يا مرحبا يا دكتور، الله يمسيك بالخير. يا مرحبا ومسهلا. نايف الرشيدي.
كيف الحال طول العمر؟ يا مرحبا دكتور. هلا حياكم الله. رحب فيكم ايضا ويانا، وارحب بالحارث. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا فيك. الله يحييك يا دكتور. وهو ان شاء الله اسم على مسمى باذن الله. تسلم من باذن الله. ادعو مبارك الخليفه، اليوم انت اللي راح تسلم الجائزه، حياك الله. حياك الله يا ابو عبد الله. تفضل تفضل. مرحبا. تفضل يا اهلا وسهلا فيك، حياك الله. تستاهل الطيب. الف مبروك لك. طبعا الله يبارك فيكم. قبل لا تسلمه عد لي البيت اللي او الشطر اللي يكتمل كبيت بشطرك. مشاعر الناس تعكس قيمة الراحلين. يا سلام. من مات يترك حزن، إلا أنت تترك فرح. الله 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 الله. ألف مبروك للحارث سعيد وازع. ألف مبروك، تسلم يا مبارك. تستاهل بركة. الله يبارك فيك، مشكورين. كيف جاتك الفكرة؟ كيف صارت؟ والله أنا لعبت على التناقض الموجود في العجز. مشكور. لعبت على التناقض الموجود في العجز. حلو. وحاولت ان الفكره تكون عامه. نعم. ما خصصتها وحددتها في شيء معين. جميل. ويعني مثل ما ذكرت في التقرير كان في شخص عزيز علي. هذا لعب دور بعد في مساله كتابه الصدر. قواك الله. الله يقويك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. يعطيك الف مشكورين. عافيه. بيض الله الف مبروك مره ثانيه ان شاء الله. وسعداء جدا بوجودك معنا. انا الاسعد. وانت ان شاء الله تنتظر نهائي جايك في الحلقه السادسه باذن الله. باذن الله النهائي يمكن يفوز ويكمل. اذا فاز في النهائي القادم يفوز ويكمل ان شاء الله الى النهائي اللي وراه، وان شاء الله تكون شاعر البيت في نهايه باذن واحد. مشكور. اما انت يا مبارك مشكورين يا ابو عبد الله. قواك الله. انا وياك مبارك الى الجوله، راح نروح انا ومبارك الخليفه الى جولتنا ونقول مره ثانيه الف هلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا من جديد. حياكم الله. مدغم كيف الحال؟ الله يبقيك. مرحبا ومسهلا. محمد مسيك بالخير مره ثانيه. الحين الكاميرا بتجي عليكم عاد. مساك الله بالنور والسرور يا دكتور. مبارك سلمت الفايز، وهذا اول موسم تشارك فيه وتسلم. يستاهل وان شاء الله نسلم اكثر واكثر. يا رب. مبارك داعية الهمة السنة ذي. من متسابق الى ضيف الى حكم الى مسلم جوائز. اذكر هو حاسدك. دعاء الوالدين ما فيها الا خير ان شاء الله. ان شاء الله. هذا يوم يمكن احد ما حد يدعي له. يمكن يدعي عليه. هذا يوم ببدايه اليوم فيها لطش راح يصير. الله يستر. ما ادري. نايف كيف الحال؟ هلا وغلا. بشرك طيب. عسى. صحتك زينه؟ الحمد لله. ما تشوف شر ان شاء الله. طول بعمرك يا رب. اذا عندنا فايز وقلناه، نذكر بشطرنا لهذه الجوله. الشطر اكيد اعجبكم. نايف قول لي الشطر. لو تشوف الحياه بعين شايب. الشطر جميل يا دكتور. الله. شطر انساني يعني يعطيك ابعاد كثيره واحتمالات كثيره وكتابات كثيره انك تكتب على هذا الشطر. جميل. واعتقد ان شاء الله اللي راح مشاركات انها بحجم هذا الجمال اللي قدمه شطر اليوم. جميل، رائع جدا. اذا ننطلق السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا ابو طلال. هلا هلا يا هلا يا مرحبا ومسهلا. مرحبا 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 مرحبا. يلا حي مرحبا. هلا. يلا حي زايد بن كروز. يا مرحبا ومسهلا. حياك الله. حياك الله يا ابو طلال. مرحبا. والله المفاجأة الحلوة. يا الله على المفاجأة الجميلة. مشكورين يا ماجد. والله العظيم مشكورين. اي والله. كفو يا ابو طلال. لا تعال لك حبة ثانية. نشبني بحبتك هذا. مرحبا ومسهلا يا ابو طلال. الله حيه. يا مرحبا ومسهلا. تفضل. لا بالكاميرا. تعال جنبي عشان الكاميرا. جنبي. ما نبغى ناخذ من وقت. لا بالعكس عزيز وغالي، هذه كاميرتنا. ويلك على الكراسي ذاك ولا. حط الميكروفون. شارك يا ابو طلال. كيف الحال؟ عساك طيب. متعود على هذا. يا الله يا كريم. عساك محمد. عساك طيب. عساك مبارك. عساك طيب. مرحبا يا ابو طلال. انا ما ابغى اخذ من وقتكم، انا جاي اسلم عليكم. يا مرحبا. واقول لكم كفيتوا ووفيتوا. برنامج البيت ما يوقف على شخص ولا يوقف على اشخاص. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا ابو طلال. فيه كوكبه من المبدعين وماشي. وعندي 4 بيوت بس في برنامج البيت. ديوان الله عليك.
يقول يلي تبي تعريف برنامج البيت. البيت الله. أصبر يجيك العلم عرضه وطوله. طوله. برنامج صادق وراقي وتكيت، يعطي البطل فرصة لدوره البطولة. يعطيك يعطي البطل فرصة لدوره البطولة، يغنيك بالشهرة وبالمال والصيت. ما كان هن الغيث لحظة هطولة الله توصلها بالابداع بالشعر. لا جيت اما بدون ابداع. صح لسانك يا ابو طلال، صح لسانك يا ابو طلال. الا مفاجأة حلوة. المفاجأة والله شفتكم والله حلوة. عاد اليوم داز لي رسالة ما حقيت انك هنا. جاكم تسلمون، انا ما احب اطول عليكم. عزيز مساكم الله بالخير. كيف الحال؟ يلا حيهم. حالك يا عايض؟ الله يعافيك. شلونك يا معيض؟ الله يطول عمرك. عايض ومعيض جنب بعض. كلهم رابع وخير. خير وبركة. حياك الله يا ابو طلال. مبروك عليكم النجاح في الحلقة الأولى. الله يوفقكم يا رب العالمين. الله يسلمك. فيها بس كلمة إذا في معي وقت. تفضل. ما يفوتنا نحن نبارك الأب الروحي للشعر وللأدب الشيخ حمدان ونعم بن محمد المكتوم ونعم بالفوز الغير مستغرب العجائب. يقول مبروك فوزك. شلون تحضر ان شاء الله على الفوز الثمين. عليت هذه عين بيض. الدعوة صارت عيون كلها. اذكر الله. حبيت أبارك لك على الفوز الثمين. مبروك لك والفوز. الشعر قدم ولا يا سيد المتقدمين وما تلا. والفوز يا حمدان قسمك من زمان، من يوم ربي يميزك على الملا. واللي سواتك ما يقارن بالبشر. أنت الاعتلاء إذا اعتلى، وأنت عدو أهل البخل وأهل الردى، وعدو ما يكبر مع سعر الغلا، وصديق مخلين اليدين البايسين. تغنيهم كفوفك اللي أجوك ادخلا بينك وبين الله جفوة مزمنة، وبينك وبين أبشر علاقات ولا تحبك أبشر مثل ما حبيتها، مثل ما تكره في حياتك قول لا يا سيدي. جيتك وعندي كلمتين محبة وتقدير وجلال وغلا الأولى. مبروك بالفوز الثمين بعجائب اللي تعطي السبق جلا. وشلون ما ترهي يديها بالسباق ويدينك الأولى على يدينا الملا، والثانية يا سيدي أطلب عسى من طيب راسك لا عدم خلاص. صح لسانك يا ابو طلال. شرفتنا ونورتنا. الله يبيضك عزيز وغالي يا ابو طلال. حياك الله. بيض الله وجهك على هالزياره. حياك الله. الله فيك. هذا أوله. شفت ايش سوى يا زايد؟ هذا أول ما هذا عطى أول الحين ما بدينا. قال مبارك دعيت له يسلم جوائز وحل الكرسي. خله معك. عز الله ما بعيد بخيل ابو فهد. كفو. عزيز وغالي. هلا يا ابو طلال. هلا يا ابو طلال. اهل الفرز دير بالكم على الميكروفون بس ترى شغال. كيفكم عاد انتم تحابوا وتسالموا وكيفكم؟ حنا نبي نبلش الجوله عشان الوقت بس وفي ناس تنطر. إذن كل الشكر للقائمين على هذا البرنامج في زيارة حبيبنا واخونا الشاعر الكبير زايد بن كروز اللي حل علينا ضيف في هذه الحلقة. يا هلا ويا مسهلا فيه. وكل اخواننا اللي شاركونا نقول لهم حياكم الله، واللي شاركوا في البرنامج ايضا نقول لهم اليوم مشاركاتكم تظهر على الهواء. ننطلق في جولة جديدة على السريع. اعطونا خلنا نلحق على الوقت الى الجولة الأولى سريعا. انطلقت الجولة الأولى والشاشة الفضية حاضرة. يا ترى أول المشاركات اللي راح توصل إلى الشاشة الفضية الآن شن هي؟ تعرفون أي اختيار؟ ما تركت فرض ربي. ما تركت فرض ربي. لو تكرار. لو مصيفة كان طاحت من روابعكم. مصيفة. لو تشوفون الحياة بعين شايف. أول شطر يصل إلى
هذا الركب هو كان طاحت من روابعكم. ايش يا مبارك؟ نصيفة. كان شفت موجز الدنيا بعين. ثاني شطر. خبرة. صار. ما تخلون الحياة تشيب فيكم. هذا ثاني شطر. ثالث شطر. ما تأخرتوا عن التوبة دقيقة. كان شفتوا موجز الدنيا بعينه. ثالث شطر يوصل. والله يحسن خاتمة الجميع. ما تأخرتوا عن التوبة دقيقة. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما تأخرتوا عن التوبة دقيقة. 4 أشطر المؤهلة الآن إلى الشاشة الفضية ولا زلنا في الجولة. يا ترى ايش راح يتأهل أيضا إلى هذه الجولة؟ شريته؟ شريته غير دين الله بضاعة. إيه. الشطر الخامس اللي وصل. ممتاز. الحياة الآخرة. ما شريته غير دين الله بضاعة. وشاطر سادس وصل. كان ما عشتوا على يمكن بكرة. اشتغلتوا للحياة اللي بعدها. لو تشوفون الحياة بعين شايب اشتغلتوا للحياة اللي بعدها. 6 أشطر على الشاشة الفضية ولا زلنا في استقبال. أيضا ما انتهت الجولة إلى الآن. نفس الطريقة. إيه. الحسبة دقيقة للدقيقة. طاحوا في الجناس هذا ورطهم فيه عبد الله حنيف. ودك بعمره وهو وده بعمرك. يعني نفس الجناس هذا اللي نحن نحاول. ما سأل. الجناس مو بكل المحسنات البديعية. اي ما سأل. الجناس جزء من المحسنات البديعية. لا بس تجميل وجه الكلام الجناس. يعني هو جزء من المحسنات إيه لكن مو على طول. مو بكل المحسنات البديعية. هذا جاب عبد الله حنيف. عبد الله حنيف ودك يحاكم في سوريا ولا في ايران؟ صاحبك طاحوا فيها كلهم. لكن الموسم الأول يا أبو فهد. هاي كان قلت كل تأخيره غير بدال خيره حط بحيرة. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما تساوي عنده جناح البعوضة. 7 أشطر اللي وصلت إلى الآن على الشاشة. غريبة 7 العادة 8 يعني. كان قلتوا كل تأخيره بحيرة هو آخر شطر وصل إلى الشاشة الفضية. 8 أشطر اللي وصلت على الشاشة الفضية. وهذا عدد يعني قليل. يا ترى شنو سبب قلة محمد؟ والله للأسف يا دكتور يعني الظاهر أن الشعراء وكثير من المبدعين اللي شاركوا انجرفوا وراء موضوع الجناس. نعم. الجناس مثل ما شفنا في الصورة كان جناس جميل بشاشتنا. حلو. جناس جميل على معنى. وافق هذا الجناس. حلو. هذا السبب انهم اختاروه. ونحن ايضا في المواسم اللي طافت اخترنا الجناس الجميل. ولكن هذا ما يعني ان الخط كله جناس ينجرفون وراء موضوع الجناس. الجناس هو جزء من المحسنات البديعية. جميل. جزء بسيط منها. حلو. هو ليش يعني هو كل الابداع كله. جميل. فنحن ننصحهم انه ما ينجرفون وراء هذا الموضوع. ممتاز. الدليل ان اللي استبعدوا كلهم تقريبا حوالي 12 بيت استبعدت كلها على نفس الطريقه. تم استبعاد الكثير بسبب الجناس. جابه من هو؟ الشاعر المبدع عبد الله حنيف. فاز معنا في موسم سابق. نعم جابه اذكره هنا. اللي هو صاحبك. جاء وهذول انا اسميه المغرر بهم. كلهم وراء عبد الله حنيف. فانا اقول ورا الجناس. لا تجيب قناعات غيرك انت. حلو. انت جيب اللي عندك وترك اللي غيرك فاز بها في البدايه فلا يمكن تفوز بها انت مره ثانيه. لانها ملكيه غيرك. حلو. في تركيز يا دكتور. خلونا بس بعد اذنك نايف لو تكرمت لي بس لازم اروح للشاشه الذهبيه نختار واذا بعد انت بعدين علق. خلونا نروح للشاشه الذهبيه لان ما عندنا وقت على الجوله. نروح للشاشه الذهبيه الان ونختار 4 أشطر للشاشه الذهبيه. حولوا لنا الى الشاشه الذهبيه. الشاشه الذهبيه محمد المر ما يحتاج تفكر. اعتقد على طول راح تختار لان عندك 8 أشطر والوقت. بما ان عندكم القناعات وتكلمتوا يا ترى وين تروح يا محمد؟ لو تشوفون الحياة بعين شايب كان شفتوا موجز الدنيا بعينه. رقم 3
لو تشوفون الحياة بعين شايب كان شفتوا موجز الدنيا بعينه. هذا اختيار محمد المر. وأول متأهل للشاشة الذهبية مدغم. الاختيار الثاني لك، وبما أنك أيضا تحدثت راح تختار بسرعة أكيد لأنك لو تشوفون الحياة بعين شايب انشغلتوا بالحياة اللي بعدها. لو تشوفون انشغلتوا بالحياة اللي بعدها. 6. نعم. اشتغلتوا. إيه؟ اشتغلتوا بالحياة اللي بعدها. اشتغلتوا للحياة اللي بعدها. اشتغلتوا للحياة الآخر أنا. ايه نعم. اشتغلتوا اللي هو رقم 6 كان اختيار مدغم أبو شيبة. الحمد لله صدت على مدغم شيء. الشوف ما هنا زود. نايف. أنا عجبني الشاعر اللي صاغ اللحظة الإنسانية بجمال، وهي ما شريته غير دين الله بضاعة. الله عليك. الله يعني الله أن دين الله واختصر لك كل شيء. حلو. يعني بشكل تلقائي وعفوي وبإيجاز وتكثيف. يعني 5. 5. رقم 5 اختيار نايف الرشيدي اللي هو ما شريته غير دين الله بضاعة. لو تشوفون الحياة بعين شايب. ها؟ جميل يا نايف. جميل يا نايف. جميل يا نايف. بقى منو؟ بقى مبارك. مبارك وين تبي تروح؟ باختصار رقم 1. رقم 1 روابعكم نصيفة. كان طاحت من روابعكم نصيفة. اختيار مبارك الخليفة. إذن 4 الآن هي على الشاشة. ال4 هذه صارت أول المتأهلين على الشاشة الذهبية. كل واحد من هال4 الآن حصل على 10,000 بمجرد وصوله إلى الشاشة الذهبية. بمجرد الوصول إلى الشاشة الذهبية صارت هال4 صاحبة نصيب في 10,000. لكن يا هل ترى منو فيهم شاعر البيت؟ هذا اللي راح نشوفه. إذن بعد خلوني أقرأ. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان شفتوا موجز الدنيا بعينه. لو تشوفون الحياة بعين شايب اشتغلتوا للحياة اللي بعدها. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما شريتوا غير دين الله بضاعة. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان طاحت من روابعكم نصيفة. هي 4 أشطر تأهلت وراحت إلى الشاشة الذهبية. إذن بعد هذا الفاصل لنا جولة ثانية وسريعة ونختار 4. لا تبعدون. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الثانية. كانت الجولة الأولى طويلة شوية لأن زارنا حبيبنا الشاعر الكبير زايد بن كروز، ويمكن كان أيضا لتسليم أيضا اللي هو الفايز الحارث وازع أيضا. إذا نذهب سريعا إلى الجولة الثانية ونكون على نفس السرعة والقوة إن شاء الله. عندنا 4 أشطر على الشاشة الذهبية، نبي نكملهم ب4 إن لم يكن 5. سريعا إلى الجولة ولكم الحكم. سريعا. كان ما شارت خطاكم في خطاكم. نفس الموضوع. لو تشوف الحياة بعين شايب. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا الدنيا بدون الدين. دنيا. شابت عيون التجارب في مهدها. شابت عيون التجارب في مهدها. كان كل رجال متزوج له 4. أول الأشطر اللي واصلة. هذا اللي شابت عيون التجارب في مهدها. هذا اللي بيفوزه ما تقدر عليه. اللي بيفوزه ذا كان كل الرجال متزوج له 4. أنا عشت العكس. ليش ما اخترتوه؟ شجع هذا. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان كل الرجال تزوج 4. ليش ما اخترتوه؟ خايفين؟ بعدنا ما جربنا التجربة هذه. زين. كان شفتوا عكس ما شفتوا بعينه. تختلف. هذا الظاهر لو ناجح الشطر كله تختلف. بيلقى معارضة شديدة. نفس الجناس نظركم في نظر. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان عشتوا عكس ما شفتوا بعينه. كل اللي تبونه. كل عادي يمركم ما كان عاد. كل عادي يمركم. ها؟ ايه كل عادي يمركم ما كان عاد. لو تشوفون الحياة بعين شايب كل عادي يمركم ما كان عادي. الأحياء والأموات. شابهت عنده. نعم.
الله الله، استوى اللي فوقها باللي تحتها. الشاطر الرابع اللي تأهل إلى الشاشة، استوى اللي فوقها باللي تحتها، يعني تساوت الدنيا. صنعت أنها أقصر طويلة. أقصر طويلة. يوصفها. ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. هذا جميل، هذا جميل. حلو. إيه. ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. على الدنيا ها؟ نعم. على الدنيا، على الحياة. على الحياة. الله الله يا نايف. ما تكلفتوا على أقل الكلافة. هذا بعد معقول. عفوا. ما تكلفتوا على قل الكلافة. صغير تكسر شوط. هذا نفس موضوع الجناس، اخطاكم في اخطاكم عليها ومن عليها نفس الموضوع. ما ذكرت المال والهاكم التكاثر. والهاكم اقتباس من بعد الاقتباس بعد الآية. متكرر ها؟ إيه. شاب قال بس جميل والله. طاب خاطر. ما يمنع اذا كان بعد الاقتباس موظف صحيح. شاب راسه طاب خاطر. 6 أشطر على الشاشة الفضية، يعني على كثر المشاركات إلى أن اختياراتكم قليلة يا شباب. على حسب الموجود يا دكتور. نفس الحكاية نفس. ما تبقى حل في نفس الموضوع اللي نتكلم عن الجناس، نفس الموضوع. ما صحيتوا. نفس الإشكالية. إذا لو تشوفون الحياة بعين شايب ما تبقى حل منه ما صحيتوا. انتهت الجولة. 7 قبل شوي 8 والحين 7. نايف ليش هالاقتضاب في الاختيار؟ ليش؟ ما الشعراء ركزوا على المحسنات البديعية ومن ضمنها وبالذات تحديدا الجناس. المحسنات البديعية منها الطباق والجناس، التشبيه الضمني، هو تجميل أوجه الكلام. جميل. بس مو الأوجه بسيطة بشكل يعني بيستخدمها بشكل ذكي، بس مو تركز عليها أنها تكون ركيزة الشعر أو ركيزة النص أو ركيزة الشطر. جميل. هذا اللي صار أنه يعني ركزوا عليها بشكل كبير، الأمر اللي تشابه عندهم. حلو. مبارك، هل باعتقادك كان الشطر اليوم شطر سهل أو الكتابة عليه بسيطة؟ الشطر محفز. البحر سهل والقافيه بعد تشد انها بحيث تركب مع قوافي كثيره، والتساؤل اللي فيه المجال والمعنى، يعني يعطيك اكثر من باب انك تتكلم فيه، يعني تجارب سنين باي باب تبي. حلو. لكن فيه بعض يعني في توجه من بعض الشعراء على باب معين، ولا كان فيه ابواب اخرى اكبر. ممتاز. إذن هي 7 أشطر على الشاشة الفضية، أعطونا الشاشة الذهبية علشان نختار 4 من ال7 ونقول لهم مؤهلين. روحوا إلى الشاشة الذهبية. استعد يا بن خليفة. جاهز. جاهز؟ نعم. احنا نبي نروح لمبارك الخليفة، ومبارك راح يكون أول اختيار عند الشاعر مبارك الخليفة، هو اللي راح يختار في هالجولة أول شطر يتأهل. يلا يا مبارك. لو تشوفون الحياة بعين شايب استوى اللي فوقها باللي تحتها. لو تشوفون الحياة بعين شايب استوى رقم 4 استوى اللي فوقها باللي تحتها. رقم 4 اختيار مبارك الخليفة. نايف، الاختيار الثاني لك. لو تشوفون الحياة بعين شايب، هذا يا دكتور الشطر يطرح احتمال إنساني مهم. لو تشوفون الحياة بعين شايب، الشايب هو الخبرة والنضج والتجربة والاكتفاء والعمر والحياة المديدة، فلا بد أنك يكون العجز مش يعني مقنع في ومتناغم مع الشطر. جميل. هالعفوية اللي أنا اختارها من هذا الشطر في عفوية واختزل المعنى بشكل إيجابي وشكل سلس وشكل ذكي جدا. ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. الله. 5 هذه السخرية الجميلة. الله يا نايف. الله. رقم 5 لو تشوفون الحياة بعين شايب ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. حلو. جميل الوصف. محمد المر. والله كنت بختار رقم 5 اللي اختارها. نايف؟ اي والله. طيب ابو طلال سبقني عليه. يستاهل ابو طلال؟
ذائقتك أجمل مروان. ولا تختصر الذائقة على شطر واحد، أنتم حكام وشعراء كبار وتقدرون. كلهم جميل ما شاء الله عليهم. اختار الأول شابت عيون التجارب في مهدها. شابت عيون التجارب في مهدها. يا سلام. هذا أعتقد والله العظيم كان بيختاره مدغم، الله أعلم الله أعلم. شابت عيون التجارب في مهدها، لو تشوف الحياة بعين شايب. شابت عيوب التجارب، شابت شو يقول؟ شابت عيون التجارب، عيون التجارب في مهدها. والله اني كني اشوف وش بيختار مدغم. يا مدغم. مبارك ابي اعرف وش فهمت من الشطر رقم 2. كان عشتوا عكس ما شفتوا بعينه، هو شاف المحقه والسحقه رقم 2. رقم 2 اختيار مدغم ابو شيبه، واختياره كان عن طريق مبارك الخليفه. ايش معنى؟ ايش اللي كنت محتار فيه انت؟ اللي بقوا طبعا نروح للشاشه الذهبيه، والشاشه الذهبيه طبعا اللي عليها كلهم ان شاء الله مستفيدين باذن الله. ايوه، فالاربعه كلهم متقاربين كلهم متقاربين. والشطر الليله اللي بيفوز الشطر هذا ويصلح عليه الشطر المحطوط في البرنامج، ما يصلح عليه الا سهل ممتنع. الله. او شطحه فكاهيه. حلو. غير كذا ما يركب على الشطر ذا بالذات. اما سهل ممتنع ما فيه لانك ما راح تلقى له فكره كبيره. حلو. وقويه. سهل ممتنع ممكن هو اللي يركب عليه. جاته شطحه ولا اختارها. جاته شطحه ولا اختارها مدغم؟ اي اللي تزوج 4. ما صح. والله مبارك برافو عليك. فكاهيه. طيب هو يقدر عليها. يقدر عليها. ابو قيان لحظه اعظام. ابو قيان لحظه كلام كبير تكفى يا نايف. هذا بقول لك خليني اقول لك. قول. هو يقول لازم يكون الى ما ينجح الا شكل شطحه وفكاهي. طيب هو اللي قبل شوي ما كان فكاهي صح؟ ما اخترته. في حزن لا لحظة يرحم والدك. يا ابو قيان انساني. لا تكفى نايف. انا طالبك خلوه لي. تكفون. حاضر واحدة. خلوه لي انا الحين. انا طالبكم. الله اعطاك اياه. ولا طالبك انت تفكري منه. لا والله جاتك يا مدغم. كيفك عاد؟ بيض الله وجهك. هو يقول اما شطحه ولا فكاهه، واللي راح كان فيه شطحه وفكاهه، اللي 4 يقول. ايش يقول الشطر؟ انا اوعد شوف ليه ما اخترته؟ ليه ما اهلته؟ انا اوعدكم شوف تقدر على 4. انا ما ابي هذه. انا اقدر بس تقدر على 4. انا اقدر بس تسمعون؟ يقدر على 4. اسمع اقدر ان شاء الله اوعدكم ب4 في الاخره ان شاء الله. هذا حسن التخلص. بس الاخره فيها 70 وفيها إذن هي 4 راحت. حلو. 4 راحت. اي 70. هي 4 راحت إلى الشاشة الذهبية. تقول هذه ال4. أعطونا على الشاشة ال4. تقول لو تشوفون الحياة بعين شايب ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما تكلفتوا على قل الكلافة. لو تشوفون الحياة بعين شايب. أنا اخترت إني شيء غلط. أعيدهم مرة ثانية. أنا ما أدري أقرأ من اللي عندي الكمبيوتر ولا من على الشاشة. أعطوني إياهم على الشاشة أقرأهم. ماشي. نعم. والله يا مدغم الظاهر إن هذه حوبتك. الله ما أدري أما حوبته ولا حوبة أحد ثاني. شوف منه. لو تشوفون الحياة بعين شايب استوى اللي فوقها باللي تحتها. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. لو تشوفون الحياة بعين شايب شابت عيون التجارب في مهدها. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان عشتوا عكس ما شفتوا بعينه. كانت هذه ال4 هي التي وصلت إلى الشاشة الذهبية واختاروها الأخوان وأهلوها. خلينا نتعوذ من إبليس. أعوذ بالله. وروح نسلم على مدغم بعد الفاصل راجعين.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم. عدنا مره اخرى من خلال جولاتنا، وجولاتنا مستمره. قبل لا نطلع الى الجوله الثالثه في مسابقه الشطر، نروح نشوف شو الاخبار عند احمد. احمد، شو الاخبار عندكم؟ مساكم الله بالخير مره ثانيه. يا حياك يا ابو قيان. طبعا ابو قيان، على الرغم من كثافه الاشطر اللي وصلتنا في هذه الحلقه الثانيه من برنامج البيت، الا ان اللجنه ما قصروا وكفوا ووفوا وافرزوا كل الاشطر اللي وصلتنا في هذا الليله. يعطيهم الله الف عافيه ومشكورين على هذه الجهود، ويض الله ويوفقكم. طبعا بما ان مطلق كان فارز البيت او الشطر اللي فاز عندنا في الحلقه الماضيه، بنسالك سؤال يا ترى هل مرت عليك افكار جديده في حلقتنا لهذا اليوم؟ هو اول شيء ناصر الهاجري تحداني في البدايه. بترد على ناصر؟ ايه، وش تقول ناصر؟ انا اقول ان كان مطلق على الاشطر تحداني شوي ونشوف يا مطلق بنشويه. بنشويه شوي ونشوف. افغان الاولي والثاني ما دام توضعكم في الفرز مستويه. مستويه صح الله لسانك يا مطلق. خبرنا عن الافكار الجديده يا مطلق في هذا اليوم. الافكار اليوم كانت عندنا تعدد افكار من ناحيه المشاركين، وتعدد الافكار مريحه لنا وتسعدنا اكثر من المشاركين، لان عندنا التكرار ممل في الحياه ككل، فما بالك من ناحيه الاشطر اننا نقعد نفرزها 5 ساعات 6 ساعات. كان عندنا تكرار بشكل جميل، من ضمنها بعد في بعض الافكار اللي تطرقوا لها، يعني الشطر تطرقوا له من ناحيه رياضيه، من ناحيه تشجيع النصر والهلال. واحد يقول لو تشوفون الحياه بعين شايب كما شجعتوا النصر السعودي. واحد ثاني مثير احتجاجات. واحد ثاني يقول لو تشوفون الحياه بعين شايب صار تشجيع الهلال اكبر خطيه. يعني صار في يزعلون علينا الهلاليه، صار في يعني فيه تنوع فذا، وهذا يسعدنا ان كلجنه فرز وكلجنه التحكيم، وهذا يضيف شيء الكثير اكيد. طبعا ابو قيان، قبل ما ارجع لك على الهواء، اليوم انا احب اقول للساده المشاهدين، دائما ابو قيان يقولنا اني انا مو بشاعر في هذا البرنامج، لكن اليوم بعد الساعة 5 بعد ما أطلقنا الشطر فاجأنا في لجنة الفرز والجودة أبو قيان بشطر يتمم الشطر والله مستوفي الأركان الشعرية. والله يصدقون بعدين ترى والله أشهد أنه كان شطر وافي يا أبو ترى شطحة على قولة المدغم شطحة. والله ما حفظه انا دندنت هالشكل، والله شطحه واشوى اني ماني شاعر. انا ما نسيته. يقول ابو قيان يقول لو تشوفون الحياه بعين شايب كان راجعت العمل اول وتالي. الحكم عندكم يا لجنه وانتم احكموا على هذا الشطر. لا صدفه والله، رب صدفه خير من الفعل. الحكم عند اللجنه عندك. قواك الله يا احمد. حياك الله يا ابو قيان. حياك. نرجع مره ثانيه اذا مشاهدينا الكرام وجمهورنا الكريم واحبتنا في كل مكان، نرجع لكم ونقول لكم حياكم الله مره ثانيه، والى لجنتنا الموقره ننطلق سريعا في الجوله الثالثه. الى الجوله الثالثه. شفتوا ان التجربه طب استشاري هذا تضمين العتب على المضمون عليه. العتب على بينت بافعالكم حشمه الحاكم. سيره وسيره نفسه. تدرون الحياه من الحياه اصلا اعاده. شفتوا ان الوقت سيف وما قطعكم. كان ما نستكم الموت ونستكم. من يقصد من الوناسه ونستكم من الوناسه. بعد هذه جناس. شفتوا ان مهاد هاي يشبه كفن. الله جميل. شفتوا ان مهاد هاي يشبه كفن. راح مكياج الحياه من المهد الى اللحد يقصد. نعم. وبحر جتها. متاع الا الفضيله. جميل. يعني فيه بس مو مقنع واجد. يقصد فضائل الاخلاق ما ذكرتوا من الا الفضيله. يقصد مكارم الاخلاق. ما كبره في عيونكم يا صور بعين. شفتوا ان بعد النظر للعين نعمه. للعين نعمه وللفكر نعمه بعد النظر طيب تصيرها بعد. نعم. 5 أشطر هي اللي على الشاشه الفضيه الى الان. العمر كله بسجده. الله. لو تشوفون الحياه بعين شايب كان تقولون العمر كله
بسجده. نعم. الله، هذا بعد تمثل جميل يعني، كان شابت عينكم مما تشوفه. لو تشوفون بس الحياة عينكم واحدة نعم مفردة وهذيك عيون، وهذا شايف له عيونه ثنتين. ما لهيتوا عن طريق الله ساعة. ما لهيت عن طريق الله. ترى مو بكل الشيبان مثاليين، بعضهم زاحف. اي بس هم لا بس اقنعك فيها. بعضهم مو براح على طريق الله، لكن هذه مثالية. احنا النوايا ما ندخل فيها. يوم تذكر السهل الممتنع، اقتنعت وما على الدنيا حسوفه. ممتاز. هذا السهل الممتنع. ما تعديتوا كتاب الله. ما تعديتوا كتاب الله وبيته. بيته هو المسجد، اقصد المسجد. جميل. عايب بيته. تدركون ايه شيء، تدركون ايش يعني ان العمر فاني. هذا من الكويت ذا. عندنا في الرد. اقتنعتم كل شيء ولا نهايه. جميل جميل جميل. كل شيء ولا نهايه. ان شاء الله عاد يلحق على ما ظني ان شاء الله يلحق على الشاشه. قواكم الله ويعطيكم الف عافيه لجنه التحكيم. انا الحقيقه ما حبيت اتكلم في اختياراتكم، حبيت تكون هالجوله خاصه فيكم انتم لحالكم. انتم تتداولون شعر، انتم اللي قاعد تتداولون هذا الشعر وهذه الاشطر ما بينكم، وتقرون وتقولون وتعلقون بكيفكم، فتركت الساحه لكم. بيض الله وجهك. واعتقد انه كان يجب هذا الكلام. ما يدخلك شك في نفسك يا ابو قيان. سلم عمرك بنفسك. الله يسلم عمرك. انت الماسترو. ابد لا والله، بس حبيت استمتع انا في قراءتكم، حبيت حتى المشاهدين لا يشوفون هذا الجو اللي ممكن يكون في اختيار اشطركم مع بعض. اذا الحصيله هي 11 شطر، والظاهر والله اشطر حلوه يا دكتور صراحة. ان السكوتي سوى تركيز لكم، لان بهالجوله 11 شطر، قبلها 7 و8. ها انهالت الاشطر. لا واضح انهم تلافوا الخطا اللي وقعوا فيه الاولين. نعم. اللي في الجناس وفي الطباق. هاي ابو عبد الله ذا يعني جناس يعلمني له اسبوع في الطباق ولا عرفت الا الطباق والجناس. والله ما ادري ما يعرف الا مطابق بياكل. اذا هي 11 تشبيه الضمني يا ابو فهد. هي 11 شطر الان على الشاشه الفضيه. اعطونا الشاشه الذهبيه خلينا نختار من هال 11 شطر آخر 4. إن كانت 4 تلحق بركب 8 تنتظر إسدال الستار على الأشطر والجولات المخصصة لرحلة اليوم في برنامج البيت، والحلقة الثانية من هذا الموسم الثالث. وين نختار وعند منو نروح؟ مبارك الخليفة. نروح عند مبارك. قبل شوي مبارك بديت معك صح؟ خلنا نروح أجل مع نايف. خلنا نختار مع نايف. نايف أبدأ معك أنت يا نايف، وبعدين نكمل المشوار. وين نروح يا نايف؟ اختصر باختصار شديد. روح. شفتوا أن مهادها يشبه كفنها من المهد للحد. يعني المهاد أثناء ولادة الطفل، واللحد الكفن هو نفسه. رقم 3 الموت. اي رقم 3. حلو. الولادة المهاد، الكفن أبيض وأبيض. فهذا الشاعر اللي كتبها متمكن من أدواته الشعرية والفنية والإبداعية، وكانت الكفن التضاد بين المهد واللحد والطباق جعلني أختار هذا الشطر. إذن لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا أن مهادها يشبه كفنها. رقم 3 اختيار نايف الرشيدي، مبارك الخليفة. يا مبارك وين اختيارك يا ابن خليفة؟ أنا بختار نفس اختيار نايف. شفتوا هم بعد أي رقم؟ 6. شفتوا من بعد النظر للعين نعمة. 6. شفتوا أن بعد النظر للعين نعمة. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا أن بعد النظر للعين نعمة. اختيار مبارك الخليفة. مدغم يا مدغم. اختيارك يا مدغم. اختياري طال عمرك بين ما لهيته عن طريق الله ساعة، وبين كان تقضون العمر كله بسجدة، وبين ما ذخرتوا من متاع للفضيلة. يعني بين الأشطر كلها اختار. لا 3 لا والله لا 3 لأن كلن يعطون نفس المعنى. حلو. فأنا بختار ما ذخرته من متاع إلا الفضيلة. رقم 4. يا سلام. 4 اختيار مدغم أبو شيبة. ما ذخرته من المتاع إلا الفضيلة. من متاع إلا الفضيلة.
كلمة الفضيلة حلوة جميلة، توظيفها رائع، تعطيه هدوء للنفس ومعناها حلو. لا أنا ما أدري توافقني محمد ولا لا. يعني لما تقول لو تشوفون الحياة بعين شايب، واحد شاف من الحياة وشاف من الويلات وشاف من الأفراح والأحزان. صح. الفضيلة لما تأتي بتوظيف هني يكون لها معنى آخر، تعطي نوع من الهدوء. فاضل تعطي إحساس حلو. ممتاز. كلمة الفضيلة أصلا ممتازة، يعني في الأبيات اللي تضمنها كلمة فضيلة إذا كان تركيبها حلو، أعطت جرس موسيقي حلو واستلطفتها النفس. يا سلام عليك يا أبو فهد، دائما تطلع بالدقائق اللي حاكمة وتسجل جول. الله يجزيك خير. يا سلام. عاد على فكرة ترى مدغم حارس مرمى لا يشق له غبار. أنا شايفه. ها صار المباراة اللي فاتت أنا شايفه، بنشوف عاد المباراة الجاية. على 5 أهداف. عليه 5 أهداف. اليوم مبارك الخليفة يبيك. لا بس والله لا والله حارس حريف يا أبو قيان. طيب نشوف المباراة الجاية نشوف. محمد المر. مرحبا يا دكتور. بن عبد. ما ذخرته من متاع إلا الفضيلة. الشاعر هذا صاحب كلمة راقية ومفردات في غاية الروعة. يا جمالك يا محمد. كل لفظ اختاره جميل، ما ذخرته من الذخر. الله ومن متاع ومن فضيلة. الله. كلمات راقية وضعهن في شطر واحد وبمعنى جميل. الله عليك. طبعا ناخذ الشطر عني. الله راح. انت كنت بتاخذ محمد؟ كنت بختاره. كنت بختار وشاهد الله، كنت بختار بعد اللي قاله ابو طلال. لكن الحمد لله. لكن بعد اللي ظل هناك شيء جميل. هناك البيت اللي فيه السهل الممتنع. جميل. لو تشوفون الحياة بعين شايب اقتنعتوا ما على الدنيا حسوفة. 9. اختيار محمد المر، اقتنعتوا ما على الدنيا حسوفة. والله هم جميل. نعم. الله والله أيضا هذا يا محمد فيه معنى. ذوقك الجميل. ومعنى كبير يدل على عمق. نعم. في الاختيار. ها محمد المر. اي كل اللي يقوله حلو. ما عليك زود ابو عبد الله. هو اسمه المر لكن كثر الله حلا. الله شكرا على الله على الغزل الرائع. هذا تواضعي. شيء جميل. هذا مدح لسانك يا ابو عبد. المدح كله راح لمحمد ونايف. وانا الله يكون في العون. الله يكون. لا سب. هذا هم شطر. هذا هم شطر. المدح كله راح. هذا هم شطر. المدح كله راح لمحمد ونايف، وانا الله يكون في. خلاص السنه الجايه انت تشارك. وقيام ما خليت شيء. توكل على قولوا لا اله الا الله. ما شاء الله. اهدى قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. ماني مشارك، انا ترى بس قاعد اتفنن معاكم، استمتع مثل المشاهدين ما يستمتعون فيما تنطق ألسنتكم الجميلة وحروفكم الراقية مع المشتركين الأفاضل اللي شاركونا في هذا الموسم والمشاركات اللي وصلت. إذن هي 4 لحقت في ركب 4، صارت كلها 12 شطر على الشاشة الذهبية. تقول لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا أن مهدها يشبه كفنها. صح يا أبو فهد، نعيد مرة ثانية. على قلبك. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا أن مهدها يشبه كفنها. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا أن بعد النظر للعين نعمة. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما ذخرتوا من متاع إلا الفضيلة. لو تشوفون الحياة بعين شايب اقتنعتوا ما على الدنيا حسوفة. إذن هي 4، اكتمل العقد. 4 على الشاشة الذهبية الآن تتنافس فيما بينها. كلكم وصلتوا وربحتوا، لكن الربح الأكبر في الجولة القادمة راح يكون بإذن الله، لأن سيتم اختيار واحد من قبل اللجنة وواحد من قبل الضيف الكريم اللي راح يكون معنا، اللي هو صاحب الصوت الجميل عبد العزيز العليوي. إن شاء الله راح يكون معنا بإذن الله. لا تبعدون، راجعين، والاختيار راح يكون معنا أيضا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا بعد هذا الفاصل، وكل التواصل الآن راح يكون مع منو؟ مع هالوسيم
أحمد البدواوي. ما عليك زود يا أبو كل قيان. التواصل راح يصير معاك والمفاجآت تتوالى إن شاء الله. يا أحمد. يا حياك الله أبو قيان. شلة معروفة على مستوى الخليج، انتشرت في الفترة الماضية. تقول وكبدي يلي من الهجران من فترة، وعيني يلي من الأحزان ما جفت. صاحب هذا الشلة بيكون ضيفنا في هذا اليوم المنشد وراعي الشلة عبد العزيز العليوي. بنتعرف وياكم عليه من خلال هذا التقرير. وتبدي اللي من الهجران منفطره، وعيني اللي من الأحزان ما جفت. شيلة هي ملازمة لي وين ما أروح، وأسعى أني أسوي بصمة في هالمجال وأني أرضي جميع الشرائح. وتبدي اللي من الهجران. بالنسبة لي اللي يجذبني أكثر هو الشعر العاطفي، يعطيك مساحة بالألحان انك تبتكر لحن جديد، وهذا فن الشيلات، انك تبتكر الحان. انا وين بلقى يا لا جاوي دفاع الخير، حريص على سر المحبين لا ارسلته. الشيلة في الوقت الراهن أنا أشوف صار لها انتشار واسع مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، مثل برنامج البيت. وصلنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، الناس تترقب هالبرنامج وهو سالفة هالمجتمع، يعني بكل مجلس يسولفون في هالبيت. أنا مثل صقر. برنامج البيت كسر الحاجز بين الشاعر والجمهور، وكل فخر واعتزاز بوجودي في هالبرنامج، وهذا كله بفضل سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يطول بعمره. تقدير أجيله وعندي علم وروح ما قلته. سلامتك. إذن راعي الشلة عبد العزيز العليوي ضيفنا لهذا المساء. حياك الله يا ابو عايشه ويانا. اهلا وسهلا. سعداء بتواجدكم بيننا في برنامج البيت. انا اسعد الله يحفظك. يا حياك الله. حد يقول راعي شلة وحد يقول راعي شيلة في اهل الخليج، شو الفرق يا ترى؟ وعندنا في نجد الشيلة. هي يسمونها الشيلة. الله. لكن هل كل اهل السعوديه يقولون شيلة؟ لا، في اهل الجنوب وبعض المناطق الشلة. شلة يسمونها. لكن عندنا في نجد وشمال المملكة الشيلة. لكن الشلة والشيلة هي كلها واحد. هي كلها صح. ما تفرق. ابو عايشه، هل راعي الشلة وراعي الشيلة خلينا نقول يلتزم بالقصيدة خلينا نقول الشعر اللي ياتي من محيطه الجغرافي، ولا تجد راعي شلة من نجد يشل ابيات الواحد من الكويت، راعي شلة من الكويت يشل ابيات شاعر من الامارات وهكذا؟ لا، هي تعتمد على مو جغرافية زي ما قلت. الجزء اللي يفرض نفسه اكيد في اي منطقة كانت. يعني انا اشيل لاهل الكويت واهل الامارات واهل قطر، حتى في بليبيا يتصلون يبون الشلات. فبكل مكان الجزء اللي يفرض نفسه. اظن الليله مجهز لنا شله لشاعر غالي على قلوبنا، الوالد الراحل رحمه الله عليه الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. سمعنا شيء من هذا الابداع. ابشر بالسعد. بسم الله. عانى الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواريه، والرجل بالأعمال ينعد كنهو فيه ولا افته فيه. عانى الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواريه، والرجل بالأعمال ينعد كنهو فيه ولا افته فيه. والشهم يعرف يوم بيمد، بيبنا عند الناس طاريه، كانه قريب وكان مبعد بينشهد
باللي يسويه. سلامتكم. الله صح الله لسانك، صح الله لسانك يا ابو عايشه. طبعا ابو عايشه شاعر، واتصور لك تاريخ مشاركه في برنامج البيت. وحصل من بعض المشاركات وانا بالعكس فخور واعتز بصراحه. وين وصلت مشاركاتك؟ النسخه الاولى والثانيه كلها شاركت فيها. بس وصلت عندنا على الشاشه ولا؟ ايش عرفك؟ اظن ابو عايشه كان له مشاركات سابقه وصلت عندنا للشاشه الفضيه في احدى المواسم. صحيح، فيها على ما اعتقد الشطر وصل للشاشه. بتسمعنا وكبدي اللي في هذه الليله. عيوني لك ابشر. تفضل يا ابو عايشه. وتبدي او بالمايك. تفضل. وتبدي اللي من الهجران منفطره، وعيني اللي من الاحزان ما جفت، وروحي اللي من المحبوب من شطره، وكفي اللي عنا الابيات من كفت. أقرأ قديم الرسايل وارجع العطرة، وصد واخاف لا يدرون وتلفت. عطشان أدور ما بين أشياء القطرة، وحاول أشعل شموع بيدها طفت. وتبدي اللي من الهجران منفطره، وعيني اللي من الاحزان ما جفت، وروحي اللي من المحبوب من شطره، وكفي اللي عنا الابيات من كفت. وأقرأ قديم الرسايل وارجع العطرة، وصد واخاف لا يدرون وتلفت. وعطشان أدور ما بين أشياء القطرة، وحاول أشعل شموع بيدها طفت. وسلامتكم جميعا. حياك يا ابو عاشه، صح الله لسانك. عبد العزيز العليوي سعداء بهذه المشاركه. طبعا كنت مشارك سابقا في برنامج البيت، اليوم انت عضو لجنه حكم، بيعرفنا بركات على دور عبد العزيز ان شاء الله ويانا في هذه الليله. يا مرحبا ويا مسهلا. مرحبا بك الف. مرحبا والله من جانا يا عبد العزيز. يا هلا بك. كيف حالك؟ بخير وبنعمه. طبعا ما شاء الله عبد العزيز، ربي سبحانه وتعالى اوهبك صوت جميل جدا، ووظفته في انشاد هالابيات اللي تواصلك مثل ما سمعتنا الان ابيات جميله لطيب الله ثراه الوالد رحمه الله عليه القائد الشيخ زايد النهيان رحمه الله عليه، وايضا شله لك جميله وشيله بنفس الوقت. نقول لها كلهن نقول لها هالشكل وشكل تنقال. صحيح. اللي ما شاء الله اخذت صدى كبير ورائع جدا. عبد العزيز الان راح نطلع 12 شطر على الشاشة الذهبية وصلت. هذه 12 قدامك نشوفها ونقراها سوا، وتختار انت واحد تكتبه في الورقة اللي بيعطيك اياها احمد الان. حلو؟ تختار وتصك على اختيارك، ان قدرت تكتبه كان بها، اكتب الرقم والشطر اكتبه. الحين تطلع، اعطونا الاشطر على الشاشة نقراها. الاشطر تقول الاشطر: لو تشوفون الحياة بعين شايب كان شفتوا موجز الدنيا بعينه. لو تشوفون الحياة بعين شايب اشتغلتوا للحياة اللي بعدها. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما شريتوا غير دين الله بضاعة. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان طاحت من روابعكم نصيفه. لو تشوفون الحياة بعين شايب استوى اللي فوقها باللي تحتها. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما بكيتوها وهي تضحك عليكم. لو تشوفون الحياة بعين شايب شابت عيون التجارب في مهدها. لو تشوفون الحياة بعين شايب كان عشتوا عكس ما شفتوا بعينه. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا ان مهادها يشبه كفنها. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا ان بعد النظر للعين نعمة. لو تشوفون الحياة بعين شايب ما ذخرتم من متاع إلا الفضيلة. لو تشوفون الحياة بعين شايب
اقتنعت ما على الدنيا حسوفه يا عبد العزيز. 12 شطر على الشاشة، وانت الآن بمثابة حكم خامس. إذا توافقت ذائقتك يا عبد العزيز مع ذائقة الحكام في النهاية، هذا اللي بتختارونه بياخذ 200,000 وبيتأهل إلى المراحل اللي بعدها في الحلقات القادمة. إذا أنت اختيار كان شيء واختيارهم شيء، فأنت من كرم برنامج البيت عن طريقك وكرم سمو الشيخ حمدان بن محمد عسى الله يجعله ذخر، ونبارك له أيضا حصوله على المركز الأول، 100,000 له، وهم يكون رابح. وين تبي تروح؟ وقعت في حيرة بصراحة. جماليات على الشاشة، جماليات. والله ابيات محيره يا بركه. والله انا وانا اقراها كلها جماليات، لكن يا احمد ما باليد حيله، يعني لازم يكون هناك اختيار، والاختيار هذا الله العالم. طبعا في منافسه ثانيه من كمبيوتر، منو راح يكون؟ اي خل هذه خلك الحين بين ابو راشد، بين ناصر الهاجري ومطلق بن شويه، مجموعه محمد خلف وهادي ومطلق. فريقين الحين عندهم. اي فريقين، بين الفريقين. يا ترى منين؟ عايض ومعيض قاعدين متهيبين. ها يلا، ما عليه، الاشطر قصيره واختيار عبد العزيز ان شاء الله. اختار عبد العزيز، شكله كتب وحط خط تحته بعد. يلا يا عبد العزيز ننتظر. طبعا عبد العزيز راح يختار، انا اقول للجنه الموقره عبد العزيز راح يختار، واختيار عبد العزيز راح يرجح احد الاشطر، لكن اللي يأهل اختياركم انتم كلجنه. والله نروح لعبد العزيز. صراحه يستاهلون والله جميع المشاركين. قواك الله يا عبد العزيز، دير بالك. قويك انت نازل. مشكور يا ابو حميد. موفقين. خشمك 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 خشمك. بقيان شاعر. سلم عمرك. هذا اختيار عبد العزيز. وصل اختيار عبد العزيز، ولا يعرف اختيار عبد العزيز الا الله ثم انا. اذا كشفت وفتحت وشفت، لكن انا احب المفاجآت واحب العفويه، فخلوها على العفويه. اختيار عبد العزيز عندي، الدور والباقي اختياركم انتم. 12 شطر، الكل منهمك، قلوب اهل الاشطر تنبض. يقول لك مشكور، جزاكم الله خير يا برنامج البيت، مشكورين اعطيتونا 10,000، لكن حب الطموح والسعي عند اهل الاشطر يبي يكون الاول. خلينا نشوف نايف الرشيدي. اول ما ابدا معاك يا نايف، لبس النظاره نايف. حيره يا دكتور. ماكو حيره ان شاء الله. انا قاعد اشوف 12 قمر شعري على سماء الشاشه. الله الله. ومحتار بين اثنين. قول. الحيرة. لو تشوفون الحياة بعين شايب اشتغلتوا للحياة اللي بعدها، أو لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا إن مهادها يشبه كفنها. أنت بين هالاثنين يعني؟ بين الاثنين، عفوية الثاني وعمق التاسع. بين الثاني والتاسع نايف، لكن واحد منهم الحين يقول يا الله يا رب. خيار واحد طبعا. ما فيه إلا خيار واحد. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا إن مهادها يشبه كفنها. أول صوت، أول صوت وأول ترشيح لنايف الرشيدي عند رقم 9. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا إن مهادها يشبه كفنها. اختيار نايف الرشيدي على الأول. الثاني عند أبو فهد أبو شيبة. يا أبو فهد، يا لو تشوفون الحياة بعين شايب. الله الله. لو تشوفون الحياة بعين شايب. ما ذخرته من متاع إلا الفضيلة. ما ذخرته من متاع إلا الفضيلة. رقم 11 اختيار أكيد نهائي مرة. ما ذخرته من متاع إلا إذا جينا للحق بدون صار نقاش هناك.
صار نقاش عند هادي المنصوري ومعيض، ها بدأوا يتنافسون لجنة الفرز. محمد المر، صوت هني وصوت هني يا ابو مروان، ولا زال لجنة الفرز والجودة صوتهم عالي وبنحاسبهم وبنحكم عليهم. بالعكس على اللي يفتح لهم الميكروفون وخلى اصواتهم تطلع. بالعكس بنستفسر منهم. لا انت ما تدري، هو المنافسه هناك هم بعد على اشدها. من وين ما من وين، هم عندهم منافسه وحنا عندنا منافسه. ابن حليمن وين تروح يا ابو مروان؟ ابن عمي هو اللي مسوي قلق. ابن عمك مطلق. انا بين امرين حماس يا انا بين امرين احلاهما مر. الله يا المر. الله يا المر. كامر عليكم يا شباب. في بيت اعتقد للامير بدر بن عبد المحسن يقول شبنا وطبنا وتعبتنا المشاريب والمرقه بالعالي هبوبه عنيفه. الله الله عليك يا المر. يا حظ من لا اعرف منها ولا شيء، فانطاب يحمد وانت رد بخير. الله الله الله. قلت والله ذا الشطر على الشاشه كان اختاره وانا مغمض. فتحت القريحه يا المر. الله يطول بعمرك. فتحت القريحه يا المر. نعم. وين تروح؟ صوت هني وصوت هني. انا بين التاسع وال 11 يعني. بين التاسع بين ابو طلال وابو فهد. تعال 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 تعال، هذه فيها حكي ثاني بعد. يعني انت الان نعم حصرت قلوب اكثر واكثر ما بين 11 وبين 9. نعم والله اني صادق. الله عليك. والله اني مدحت الاولي والثاني بعد. كلهم خير ولا قصور ولا قصور في الباقين. جميل. قصور في الباقين. وين؟ لكن ابغي اسال من لجنه الفرز والجوده. نعم. من اللي يظهر وشفتوا ان مهادها يشبه كفنها؟ منو اللي يظهر منكم؟ عايض يعني الجناح راشد. عايض ابو راشد. عايض ابو راشد. اقول صح ذوقكم واقول صح لسانها شاعر. التاسع اختار. التاسع صوت محمد المر حصل على صوت ثاني، صوت مبارك الخليفة. اللي باقي يا ترى يا مبارك ترجح 9 ولا؟ على فكرة مبارك حتى لو ما اخترت 11 اخترت غيره وبيكون رابح لأن عنده صوتين. ولو اخترته بيزيد 3، ولو اخترت غيره يعني الحسبة كلها عندك. هو الآن أقرب في حال ما اخترته. إذا ما اخترته 11، لكن إذا 11 عنده صوت إذا اخترته بيصير صوتين وبنلعب على الفصال. والله الأمانة يا دكتور، يعني أنا الآن في مفاضلة، إما أني أختار 11 أو 9 أو أختار الشطر اللي اخترته. يا سلام، هذا جائز كله لك، أنت صاحب القرار، مو أحد يفرض عليك. على فكرة اختياراتهم لا تفرض عليك، أنت أيضا لك حريتك وقرارك الخاص فيك وقناعاتك اللي أنت تشوفها كحكم. أنا اختياري رقم 1 كان شفت موجز الدنيا بعينه، مبارك ال9. اختيار مبارك الخليفة كان شفت موجز الدنيا بعينه. ألف مبروك لرقم 9. ألف مبروك لرقم 9. ألف مبروك لرقم 9. 1-1. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا ان مهادها يشبه كفنها. ألف مبروك تهاوشوا لجنة الفرز والجودة. ألف مبروك. اختياره كان من ضمن ناصر الهاجري، معيض العتيبي، عادل الحبابي. من عند هالفريق تم اختيار هذا الشطر واللي أهله محمد المر ويا نايف. محمد المر ويا نايف. وطبعا مبارك بما انه ما اختار شيء ثاني وفق قناعاته، اذا كان الرابح رقم 9. اعطونا اسم الرابح شنو؟ ألف مبروك لك. ألف مبروك لي اسم الرابح مشعل الرخيمي. ألف مبروك. ألف مبروك. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا ان مهدها يشبه كفنها. لو تشوفون الحياة بعين شايب شفتوا ان مهدها يشبه كفنها. والله والدنيا ما تسوى. ألف مبروك لك يا رخيمي.
ألف مبروك للرخيمي. عرفنا الآن منو الرابح ومنو قلنا له مبروك وفاز الآن، ويمكن اليوم ربعه متجمعين عنده ويقولون له ألف مبروك، واتصالات الآن تنهال عليه. لكن اختيار عبد العزيز العليوي يرجح مشعان ولا ما يرجحه في 200,000 ويزيد ربحه؟ الله العالم. أم يكون هناك اختيار آخر؟ الله العالم. الله عليك يا عبد العزيز، الله عليك يا عبد العزيز. اللي اختار عبد العزيز لازم يذبح له خروف، لازم لأن ربحه. مبروك، الربح كبير. ألف مبروك لي رقم 3. ما شريته غير دين الله بضاعة، ما شريته غير دين الله بضاعة. ألف مبروك، ألف مبروك. تراك مطلوب خروف لعبد العزيز، مطلوب. عطونا اسم الرابح. ألف مبروك له. يقول لو تشوفون الحياة بعين. ماجد الحربي، ألف مبروك لي ماجد الحربي. أنا أقول لماجد الحربي على ضمانتي، أنا أقول لك ارسل اذبح خروفك واعزم عبد العزيز، وألف مبروك لك يا ماجد. وعبد العزيز بيلبي الدعوة إن شاء الله، وكانك ما تزوجت بيشيل لك شيلة في زواجك. يستاهل والله. يا عبد العزيز يستاهل والله، يستاهل. يبشر والله بالسعد، يبشر بالسعد ماجد زيادة أيضا. وإذا ألف مبروك لي ماجد الحربي ومشعان الخريمي. ألف مبروك لكم. مشعان راح يكون معنا في الحلقة القادمة بإذن الله. وأيضا ماجد نقول له ألف مبروك، ربحت 100,000. اختيار أخونا عبد العزيز العليوي. شكرا لضيفنا العزيز عبد العزيز العليوي. شكرا لك يا عبد العزيز لوجودك معنا، وشكرا لأحمد البدواوي. ألف مبروك ومشكورين. وألف شكر للجنة الفرز والجودة. ها العلم تعادل 1-1. عادل حبابي يستاهل. ألف مبروك. التحدي كسبناه، التحدي كسبوه أيضا فريق ناصر الهاجري. ألف مبروك لهذا التحدي وتستاهلون. ألف مبروك لهذا التحدي. وشكرا للجنة الفرز والجودة، وشكرا أيضا لحكامنا الأفاضل. كانت حلقة ممتعة بالفعل اليوم. خلونا بس نذكر السادة المشاهدين بالصورة اللي عليها تنافس راح يكون خلال هالأسبوع إن شاء الله. شوفوا الصورة معانا، صورتنا والله تحتي. ها هذه الصورة، صورتنا تحتي وتقول، وحنا نقول أيضا صورة جميلة لأطهر بقاع الأرض هي مكة المكرمة. صورة رائعة، النبض فيها يتكلم، حتى المشاعر راح يكتب أعتقد على هالصورة. عسى الله يجمعنا على رايته وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، وعسى الله يجمع شملنا ولا يفرقنا وينصرنا اللهم آمين لنصرة هذا الإسلام. تحية لأهل المملكة العربية السعودية والبيتين الحرمين، تحية رائعة لكل دول الخليج، وتحية لكل من يشاهدنا في هذا البرنامج. تحية عطرة مليئة بالرياحين إلى سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد اللي جعل هذا البيت يلم كل هالأحبة في إيد واحدة من خلال اللجان الموجودة. مشكور يا راعي الطيب وما قصرت. نشوفكم على خير، مشكورين يا أخوان. نشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.